لكل واحد مسيحي وكل واحد مسلم الفيديو ده اهم فيديو هتسمعوه. انا ايش عرفني لما اجي قدام ربنا يوم القيامه ان ديني ده هو الصح وغيري غلط ويمكن العكس؟ ركز معايا جدا عشان هقول لك على الخلاصه، بس اهم حاجه تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. اللي خلاني اعمل الفيديو ده كنت في بث مباشر في البثات اللي بعملها، فجالي واحد بيقول لي انا مسلم موحد بالله. قلت له كويس جدا، قال لي بس انا عندي سؤال كده، انا ايش عرفني يوم القيامه اطلع انا في الاخر غلط بعد ده كله؟ قلت له اصبر عليا بس، هو انت مؤمن فعلا موحد يعني مصدق القرآن الكريم ده؟ انت مصدق كل اللي فيه؟ قال لي ايوه. قلت له تمام، نيجي بقى نجيب المصحف نفتح اول سوره في المصحف بعد سوره الفاتحه. اول حاجه ربنا بيقول ايه في سوره البقره؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. عارف يعني ايه لا ريب فيه؟ يعني القرآن اللي بين ايديك دوت لا شك فيه، يعني كل موجود فيه 100% صحيح. مين اللي قال الكلام ده؟ رب العالمين، مش انا على فكره. ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني بعد كده كل حاجه جوه المصحف لازم تصدقها وتؤمن بيها. فلو مشينا بقى جوه القرآن هتلاقي ربنا بيقول ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام. وقال لنا برضو في ايه تانية ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. دي في سوره ال عمران، مش من عندي والله السوره دي. فالراجل بقى لما سمع الكلمتين دول مني وزنقته في الحته دي قال ازاي لا او مش لا او، قام قال لي انت بتلف وبتدور وانت ولا شيخ ولا تفهم حاجه. قلت له شكرا وقفلت السكه. عارف لما الواحد يتزنق كده، لا اما يخش الحمام لا اما ما يعرفش يرد فيقعد يغوغق بقى ويعلي صوته ويزعق ويشتم، ما هو مش معاه ولا دليل ولا حجه يعرف يرد بيها. اصبر عليا عشان اللي جاي اهم، مهم جدا لكل مسيحي ومسلم. انت كمسلم مؤمن ان ده مصحف وقرآن انزله رب العالمين من فوق 7 سماوات على مين؟ على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. زي بالظبط احنا كمسلمين مؤمنين ان ربنا انزل التوراه على سيدنا موسى، ما حدش يشك في كده. وربنا انزل الانجيل على سيدنا عيسى اللي هو المسيح عليه السلام، برضو احنا مصدقين كده، ما بنشكش في كده ابدا. ولو كانت فرضا جات لنا شريعه تانية بعد الشريعه الاسلاميه كنا برضو هنؤمن بيها لو هي حق. ان كل حاجه ربنا انزلها ما ينفعش انا كعبد ان انا افرق بين دي ودي واقول لا انا هؤمن بدي مش هصدق بيه. لا يا حبيبي، انت لازم تؤمن بكله لان كله من عند رب العالمين. فزي ما بنؤمن بسيدنا عيسى ان هو رسول، فسيدنا موسى هو رسول وسيدنا محمد هو رسول. خد بقى النقطه المهمه دي، وبما ان ما فيش حد جه بعد سيدنا محمد برساله جديده فخلاص يبقى اخر رساله صحيحه ايه؟ هي الرساله الاسلاميه. وهنا واحد يقول لي طب يا عم شريف دلوقتي انا ايه ذنبي؟ اتولدت مش مسلم، اتولدت مسيحي، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اجي يوم القيامه واتصدم وادخل الكنيسه واعمل مش عارف ايه وفي الاخر اطلع ده كله غلط وابقى من اهل ازاي اكتشف ده كله واتفاجئ يوم القيامه؟ يا حبيب قلبي انت ليه تستنى لحد لما تيجي يوم القيامه وتتفاجئ؟ ما انت ليك عقل يا حبيبي وربنا اودعه فيك. يعني تقصد ايه يا عم شريف؟ يعني اعمل ايه؟ يعني تعمل ان انت لازم تبحث عن الحق، مش عاوزك امعه كده. عارف يعني ايه امعه؟ يعني بتنساق ورا الناس، امين امين مش امين مش امين، ماشي معاهم عليهم معاهم. لا انا مش عاوزك كده، انت لك عقل مميز. انت عارف لو فتحنا المصحف في سوره الملك ربنا بيقول ايه عن الناس الكفار لما يخشوا النار يوم القيامه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، يا ريت كان عندنا عقل. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يعني لو كنا فكرنا شويتين وكنا بحثنا عن الحق وعرفنا الصح فين والغلط فين ما كناش في اصحاب السعير. انت دلوقتي سامعني الحمد لله لسه ما متش وليك عقل مميز، حاول تبحث. هضرب لك مثال صغنطوط شويتين. انت قاعد في المحل بتاعك دلوقتي، لو انت عندك سوبر ماركت ولا اي محل وسمعت ان في محل فتح جديد في اول الشارع، ما انتش عارف هو هيبيع ايه ولا هيعمل ايه، وعامل افتتاح كبير جدا وبيوزع هدايا بقى بمناسبة الافتتاح. طبيعي جدا كل الناس هتجري على المحل الجديد ده عشان عامل عروض ولسه جديد ومش عارفين هو بتاع ايه ومفاجأة. الموضوع ده هيكون مختلف تماما لو انت عارف ان في محل ورا الشارع مفتوح بقاله 5 6 سنين. هتقول احنا عارفينه يا عم الحاج، مش لازم نبحث وعارفين كل حاجة صغيرة عنه وكل حاجة كبيرة عنه. انما ده حاجة جديدة فلازم اسأل. هو ده انت راجل مسيحي دلوقتي او راجل يهودي او اي كانت ديانتك وعرفت ان في شريعه جديده نزلت اسمها الشريعه الاسلاميه، فيها قرآن وفيها سنه وفيها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ودي حاجه جديده عنك. ايه المشكله لما انت تشغل عقلك وتروح تبحث وتسال تتطقص وتعرف ان فعلا ممكن تكون هي صح وانت غلط؟ ما احنا قلنا احنا عندنا عقل بنشغله، ما بننسقش كده ونمشي وخلاص. تعالى اقول لك حاجه مهمه جدا في ودنك، اوعى تسال اي حد، لازم تسال واحد متخصص، واحد يعرف يفهمك
ويقنعك ويفيدك، مش يقول لك لا هو كده وخلاص. لا مش هو كده وخلاص، عندنا في حاجه اسمها الاقناع، اعمال العقل. ده اللي عملوه ناس كتير معايا، تواصلوا معايا على رقم الواتس اللي هكتبه لكم كمان شويه وهقول لكم عليه بعدين، وسالوني حاجات كتيره جدا، والحمد لله بفضل الله دخلوا في الاسلام. واحد يقول لي دلوقتي يا عم شريف، طب ما انت يعني لو مسلم يعني وبتقول البحث عن الحق، طب ليه ما بحثتش عن اليهوديه والنصرانيه والمسيحيه؟ ما يمكن يكونوا هم الحق. هرد عليك بكل وضوح واقول لك انا كشريف عبد الله اللي انت بتسمعني، ايوه اسمي شريف عبد الله، واحد كان عاوز يخليني ابقى مسيحي زمان فاداني انجيل، وانا مش متخصص ومش باحث ولا عامل دراسات ولا بعمل مناظرات عشان ما حدش يقول لي اه يا عم عشان انت متخصص. لا يا حبيبي مش متخصص. المهم جبت الانجيل ده وبدات اقرا فيه وطلعت فيه حاجات كتيره جدا تناقضات، والطبيعي لما الاقي تناقض في حاجه اعمل ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الاختصاص اسالهم عشان يوضحوا لي الكلام ده ايه معناه وليه في تناقض. فلما سألت ما لقيتش إجابة، ولقيت إجابات والله ما تدخل أي عقل عيل صغير عنده 10 سنين. خد سؤالين كده بساط جدا. هو ليه بيقولوا إن المسيح هو ربنا؟ يقول لك علشان هو بيخلق. طبيعي جدا ربنا هو اللي بيخلق، فطالما هو خلق الطير أو خلق أي حاجة فهو كده ربنا. يا حبيب قلبي أنت مش واخد بالك من حاجة على فكرة. ما تعرفش إن سيدنا موسى كان معاه عصاية وحولها لتعبان؟ يبقى هو كده خلق التعبان، وطالما إن هو خلق من وجهة نظرك وبالمنطق بتاعك يبقى برضه نقول عليه ربنا. طب سيدنا صالح تسمع عنه؟ كان نبي من انبياء الله عز وجل. قومه قالوا له احنا عاوزين معجزه يا صالح عليه السلام عشان نؤمن بيك. عاوزين يا جماعه؟ قالوا له عاوزين تخرج لنا ناقه جمل من جوه الصخره اللي انت شايفها، من جوه الجبل دوت، حاجه كده تنشق وتطلع جمل ناقه قدامنا. قال لهم ماشي، طلع الناقه. يبقى هو كده عمل ايه؟ خلق الناقة. يبقى هو كده من وجهة نظر حضرتك والمنطق بتاعك نقول برضو عليه ان هو ربنا. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان ربنا اجرى هذه المعجزات على ايدي هؤلاء الانبياء. وانا اقول لك ايتين، ايه في الانجيل وايه في القران. ايه القران بتقول لك ايه؟ ورسولا الى بني اسرائيل، ده بيتكلم عن السيد المسيح سيدنا عيسى، عن المسيح عليه السلام. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا. بايه بقى؟ باذن الله. يعني لولا اذن ربنا وقدره ربنا ما كانش خلق اصلا سيدنا عيسى الطير دوت، لكن هو خلقه بتوفيق مين وبقدره مين وباذن مين؟ رب العالمين. عشان تكون معجزه للناس اللي قدامه. بالظبط في الانجيل في ايه بتقول في انجيل يوحنا بتقول ايها الرجال الاسرائيليون انه من يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. يعني سيدنا عيسى المسيح ده راجل مش اله، قد تبرهن لكم من قبل الله، يعني ربنا ارسله ليكم بايات ومعجزات قد صنعها الله بيده. اللي عمله سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ده كله بقدرة ربنا، قد صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم تعلمون. الايه بتقول كده والله مش انا اللي بقول. طب خد الحته اللي بعدها. هو ليه سيدنا عيسى المسيح عليه السلام اتصلب يا عم الحاج منك ليه؟ يقول لك علشان خاطر هو يفدينا، عشان في خطيئه سيدنا ادم كان من الشجره، فاحنا شايلين الخطيئه دي، فلازم حد يجي يخلصنا من الذنب اللي احنا فيه. طب هو سؤال كده معلش عقلاني شويه، هو ربنا ما كانش قادر؟ طبعا ربنا قادر. هو ربنا ما كانش قادر ان هو يغفر لكل البشريه ويقول لنا سامحتكم وعفيت عنكم من غير ما يبعت ابنه بقى ويتصلب ويتعذب ويتألم؟ ايه الالم دي كلها؟ كان ربنا غني عن كل هذا وقال لنا سامحتكم وغفرت لكم وعفيت عنكم كمان. أليس الله عز وجل بقادر على فعل ذلك؟ ايوه قادر. طب ليه يعذب ابنه زي ما انتوا بتقولوا؟ حاجه غريبه جدا. طب خد اللي بعدها، واللي قالها لي واحد غير مسلم، واحد مسيحي والحمد لله اسلم دلوقتي، هي بنوته. قالت لما هو ادم اللي كان من الشجره وهو اللي وقع في الخطيئه، طب ليه احنا نشيل الكلام ده وذريته هي اللي تشيل الكلام ده؟ فكان هو المسؤول، هو اللي يتحاسب وربنا يحاسبه، هو يحاسبنا احنا ليه؟ قلت لها انت ممتازه. ده اللي القران عندنا بيقولوا ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني ما حدش هيشيل ذنب حد. ابويا دلوقتي جه قتل واحد، مين اللي يتحاسب ويتعاقب؟ انا ولا ابويا؟ فاي عقل واي منطق يقول الكلام ده يا اخوانا. فيا كل مسيحي ويا كل مسلم عنده شك في اي سؤال في مخه وفي عقله وحاجه محيراه مش لاقي اجابه، تواصل معايا بفضل الله، بفضل الله وليس بفضلي، باذن الله هجاوبك وبكل وضوح وهقنعك ان شاء الله. على فكره انا عامل رقم للواتس، الرقم ده الرسائل اللي فيه والله العظيم ما حد بيطلع عليها غير ربنا ثم انا. الكلام ده كله سر. بفضل الله في شباب وبنات تواصلوا معايا على الرقم دوت وسالوني اسئله، وربنا القى في قلوبهم الاسلام واسلموا والحمد لله، وعمري ما هجيب سيرتهم ولا هقول هم مين. فجربني واسالني، والله اقنعتك فالحمد لله، ما اقنعتكش خلاص يا عم كانك ما سالتنيش ولا من شاف ولا من دري. بس يبقى انت كده اعملت عقلك كده وفكرت
اقربهم بنوته تواصلت معايا وقالت لي ازاي ربنا تجسد في المسيح وهو ربنا، فازاي المسيح بيصلي لنفسه؟ يعني ربنا بيصلي لربنا؟ ربني رقم الواتس عشان تبقى عارفه 010 404 96 97 4. حلو الكلام، كلام جميل. شيل بقى كلمتين حلوين دول، فالدال على الخير كفاعله. يمكن واحد يكون مشتت ولا حاجه فيتواصل معايا ويكون مذبذب، فيما يدخل في الاسلام يكون في ميزان حسناتك. اوعى تنسى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.